في فقرة الأرض وطرحت عليها سؤال العراق. اللي خارج العراق يعني مش المواطن العراقي يقدر يميز بين النظام والشعب. فهي حية الشعب العراقي لأنه عنده جماهيرية كثير كبيرة، ولكن لم تجي على النظام المواطن العراقي وقت يسمع قد ايه بحس حاله مقروص هو كمان. يا اخي ما تحكوا لي عن بلدي ولا شعبي ولا حكامي ولا نظام الحكم. لما سألت لها سوزان قلت لها لما شاهدت هي صدام حسين وتمثال صدام حسين يقلب قالت لي يا ريت لو كنت موجوده انا حتى ادوس على راسه. هذه المواطنه الكويتيه هي اللي عانت الغزو. شوف، اولا خلينا نحكي موضوع، يعني احنا نتمنى الفنانين ان نزرع الان مثل ما حكينا في البدايه المحبه في هذا الجيل. نعم. ونبعد شويه عن الحقد والكره. والماضي خلص، يعني جرح الماضي اذا انا اظل في هذا الجرح راح أألم نفسي. يندمل. يعني هو قاسي كان. يعني انت تصور الشعب العراقي الان اللي هو 30 مليون. صح. اوكي. هو يعاني. اسمح لي. في نفس اليوم دخول الكويت، الغزو للكويت، احنا كنا في يعني كل العراقيين، يعني 25 مليون عراقي بعد نايم بعد ما صحى من النوم ما يعرف شنو اللي صار. كل شيء ما حد يعرف. اندقت علينا الابواب الساعه 7 الصبح. اصحوا من النوم خير ان شاء الله، اتفرجوا في التلفزيون. نتفرج في التلفزيون نشوف داخلين في الكويت. طب هذا الشعب شنو ذنبه؟ شنو علاقه هذا الشعب؟ النهارده شو كان عندك تور كمان عندك؟ كان عندي انا حفله انا وعبد الله ونبيل في خالد ومشعل. استاذ عبد الله الراشد واستاذ نبيل، كان عندنا حفله في جنيف. في جنيف. وانا والشنط محضرها انا، بدي اسافر نفس اليوم، بدي اسافر. صحينا الصبح لقينا التلفزيون الدنيا مقلوبه. شو اللي صار؟ شو هذا؟ قالوا دخل على الكويت وقتها. زين، طب هذا يعني الشعب هذا شو حكيتوا انت ومشعل وخالد وقتها؟ انت وعبد الله الرويشد ونبيل شاهين؟ ما حكينا، بس التقينا من بعد، يعني حكينا على الظلم اللي صار. يعني قال يا اخي يعني حكى، وبعد سوى الجرح كبير. انا احكي لك جرحهم كبير. يعني انا واحد جالس ببيت يدخل علي جاري من عربي، يعني هذه ما تصير. ما حد راضي عنها، ولا عراقي تساله راضي عنها، مستحيل. بس شنو اللي بيد الشعب العراقي يعمل؟ ما عنده شيء يعمله يعني الشعب العراقي. احكي لك عن اشياء صارت. كانوا احد الاخوان هو وزوجته في الكويتيين، فقال لها يقول لها يعني اليوم كيف راح، كانوا ببغداد يتجولون، فجوا بمحل يشتروا، فقال له شلون اليوم؟ قال له اليوم وين راح ننام؟ قلت له بيوتنا مفتوحه لكم. اصدقاء عندي لو تعرف كم عائله اجت عنده في البيت محافظ عليهم، ولو تعرف لو مسكوا هذا الصديق بهذاك الزمن كان يعتبروه يعني ما اعرف، يعني يمكن ما اعرف القانون كيف كان، يمكن اوكي او غلط او صح، لا فكر، بس فكر انه هذا شعبنا، هذا شعب يعني احنا اخوان. كاظم الساري قديش؟ اسمح لي على كم هذا الموضوع شويه مؤلم. تعرف ليش مؤلم؟ لان ارجو ان اللي يطلع في التلفزيون ارجو ان لا ينكر على مقصد السيده. لا لان حكت قالت شعب مظلوم، وانا احييها انه مجرد هاي الكلمه كانت، وانا احييها واحيي فنها، وعندنا احنا متابعين لها جيدين، يعني من ضمن عائلتي عندي متابع لها جيد جدا طبعا. نعم. ما عندنا هذا الحقد، ما عندنا الشيء، بس الالم اللي صاب العراقيين يا اخي اكثر الان. الالم اللي صابنا احنا اكثر، يعني هذه المعلومه لازم يفهمها الكل. نعم. احنا شعب يعني ما عندنا شيء بدنا نحكيه. يعني انت نايم بفراشك وصحوك قالوا لك تعال اتفرج على التلفزيون وشافوك وشفت هاي المأساة. انا كان عندي مأساة حقيقة، كان عندي اصدقاء، وحتى اتصلت واحد الاصدقاء قلت له اذا اي شيء تحتاج انا موجود اخوك، بس انا ما عندي شيء اعمل، انا سامحني، يعني شو نقدر نسوي؟ شو نقدر نقدم لكم؟ تعالوا عندنا حقيقة، عندنا اقارب. ظلمت كاظم الساهري بهذا الموضوع، يعني اثناء حكم صدام ظلمت انت، يعني كاظم انت الاشهر اكثر شهرة. يعني الفنان ممكن يعتبروه بوق سياسي او بوق حاكم او بوق نظام حكم. حكوا عني عندما غنيت تذكر كلما صليت ليلا ملايينا تلوك الصخر خبزا، على جسر الجراح مشت وتمشي وتلبس جلدها وتموت عزا. تلبس جلدها، يعني غنيت اول ما صار جف ضمائركم، هاي غنيتها انا للشعب العراقي، موجهه رساله لكل العالم بدون استثناء، بدون استثناء.
وجهتها لكل العالم، يعني فعلا اطفال تموت وشعب يموت بريء. طب انتم تحاسبوا البريء؟ يعني كيف هاي الكلام؟ نفسك تعمل مهرجان او ريسيتال بالكويت هلا؟ اذا انا نفسي اعمل مهرجان بكل وطن عربي. لان انا يعز علي بلد عربي وجمهور راقي من الكويت. نعم. يتابعني اذا كنت في الخليج، يتابعني اذا كنت في العالم كله، يتابعني في الرسائل وفي اغانيك واصله وين ما كان. لا يتابع، محب، جمهور محب، جمهور رائع. يعني يلاقوني مثلا بالمطارات ويلاقوني هاي نتصور معاهم شباب رائعين محبين. انا اتمنى هذا الحب يزرع، من نطلع في التلفزيونات نزرع هذا الحب من جديد. كاظم الساهر، بذاكرتك اليوم في ألم ومعاناة أنت عانيت من النظام بالعراق أثناء عانيت؟ يعني نحن دائما نسمع هيك بشكل عام كثير بيقولوا انه اولاد سيدنا حسين قصي وضيع يعني ازيوا، بس انت عانيت انأذيت؟ بشكل شخصي لا، ما انأذيت ابدا. بشكل شخصي انا ما انأذيت. انا طلعت 13 سنه طلعت من البلد يعني. نعم. سافرت، يعني انا احب الحريه يا اخي. بس ما حد هددني. ممتاز. ولا حد انه قال انه حق نقتلك ولا الكلام موجود بكل احترام. يعني حتى مره بكل احترام انه ارسلوا عني اخوان مسؤولين وكاظم تعال ارجع هذا بلد. قلت له انا بلدي حامله على راسي وامشي في كل العالم. وهاي الاغاني اللي هي يا عرب، يا عرب من الاغاني القاسيه على فكره ايضا. يا عرب، ما الذي ابدل سيف الثائرين بحطام من قصب؟ ما الذي باع اللسان العربي؟ ما الذي أبدل اللسان العربي، أو ما الذي باع اللسان العربي بلسان من خشب؟ أيضا موجهة، لأن هذا بلدي، هذا شعبي، هاي أطفالي، هذول الشيوخ والنساء والشباب الحلوين. هذا بلد العراق، بنحييهم كلهم. اسمعي، هذا بلد العراق اللي أهدى العالم كله بعلمه وأدبه وأخلاقه وثروته العلمية بعلماء وحضارته. هذا العراق اللي ينسوب لحظة واحدة أو يريد يظل تهمة الغزو بهذا الشعب، ما ممكن. الشعب بريء، ما دخل الشعب بالحروب. نعم. منتظر الزايدي يلي أشغل العالم كله الله يكرمك بحذائه، أنت شفت شو اللي صار؟ كيف تلقيت يعني؟ أنا أحكي لك بصورة عامة عن بوش. أنا بالنسبة لي وصف لهذا الرجل، إذا السياسة ولدت مجرم فهو جورج بوش. إذا ولدت السياسة مجرم، أو ما أقول السياسة، العصابات إذا ولدت مجرم بالعالم لا يتهموا هتلر بالإجرام، خلي يتهموا هو الأول وبعدين يجي من بعد هتلر. حقيقة يعني ما في رجل بهذه القسوة، ما في رجل يجي على بلد يدمره بأكمله حتى في سبيل أنه يطرد رئيس. هالكلام ما موجود حقيقة. على كل حال، لما أبوه جورج بوش الأب بسنة 90 كان عنده تأييد من الأمريكان 89%، إنما نجله بآخر عهده كان عنده تأييد 19% فقط من الأمريكان. يعني كان في عنده، يعني بيناهضوه حتى أبناء. أرجع وأحكي مرة ثانية أنه حقيقة يعني الشعب العراقي شعب طيب، الشعب راقي جدا، عانى ما عانى. يعني أنت لو تبحث في التاريخ من سومر لحد الآن، لو تقرأ التاريخ راح تبكي، راح تقول معقولة هذا الشعب. لأن أولا احنا أرضنا يعني خصبة، احنا بلاد النهرين، فيها البترول. نعم. النقمة فيها وفيها العلم، نقمة فيها النقمة. طبعا البترول نقمة بالنسبة لي، أنا أسميه النقمة هذا. لكن شو طمع لا مضبوط، لا مطامع الآخر. بس حقيقة أنا أنتمي لموسيقتي. نعم. حقيقة ما حساعد بمشواري غير أصدقائي المحبين اللي معايا البسطاء، ما أروحهم. ما استفادت ولا حفلة من دولتي ولا حاجة. يعني في ناس يعني قال لك أنا استفادت علم وثقافة وأخلاق وأدب من الشعب العراقي. هذا اللي استفادته حقيقة أقول لك إياها. كرهت كاظم الساهر لأني عراقي، لأني أنتمي لهذا البلد الراقي. نعم. نعم. وهي تفخر بك ليش تعرف لي أنا أحكي بهالطريقة هذه؟ يمكن حتى لو كنا جالسين بدون نار كان أحكي لك اليوم فيها لوعة يا أخي. الهجمة في المؤسسات الفضائيات الإعلامية على العراقيين، الصور يطلعوها البشعة
اللي هي يسموها يعني المرأة العراقية مرأة مناضلة.